عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى جايين نصور اخر تطورات الجو في استانلي. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين لاحظنا وجود كاميرات على اشاره اللي موجوده في كوبري استانلي. شايفين كورنيش اسكندريه كله مراقب بالكاميرات، احذروا السرعه. الحقيقه الفتره اللي فاتت انتشرت الحوادث كتير جدا في اسكندريه وخصوصا على طريق الكورنيش بسبب السرعه المفرطه، والحمد لله انه تم وضع رادار وكاميرات للحد من السرعه على كورنيش اسكندريه. الحقيقه شكرا لاداره المرور على وضع الكاميرات اللي تم وضعها على جميع اشارات كورنيش اسكندريه، وبجد كنا محتاجين الخطوه دي لان الناس مش بتلتزم. لازم حاجه تجبرهم على الالتزام. المفروض السرعه على الكورنيش 60 كيلومتر في الساعه، ولكن طبعا محدش بيلتزم بده، وعشان كده بتحصل حوادث كتير جدا في الفتره الاخيره. كلنا طبعا شفنا حادثه الشاطبي، وكمان كوبري استانلي حصل عليه حوادث كتير جدا، فكنا محتاجين فعلا الخطوه دي. فالحمد لله انه تم وضع كاميرات على جميع اشارات كورنيش اسكندريه، وكمان تم وضع رادار، فمحدش بعد كده هيقدر يتخطى السرعه المحدده. جماعة وصلنا هنا عند كوبري استانلي. زي ما حضراتكم شايفين الإشارة طبعا مقفولة، فبنعدي مع بعض كده الطريق عشان نشوف بقى حالة البحر. النهاردة طبعا الجمعة 28 نوفمبر 2025، وانا شايفة ان في ناس موجودة على البحر برغم اننا في الشتاء. بصوا طبعا هنا كباين استانلي، وسعر طبعا الكابينة لليوم الواحد 350 جنيه. سبحان مغير الاحوال. يا جماعة شايفين مفيش اي ارتفاع للامواج خالص، على الرغم اننا في يعني دخلنا خلاص لفصل الشتاء وابتدينا النوات، ولكن سبحان مغير الاحوال. قربت كده معاكم شوية، بصوا قد ايه البحر جميل، الامواج هادية جدا جدا، وفي ناس على فكرة في البحر هناك. بصوا في ناس كمان في المية. على الرغم اننا صورنا مع بعض شاطئ استانلي ده كان في عز الصيف، ارتفاع كبير جدا للامواج، وتم اغلاق جميع الشواطئ ومن ضمنهم طبعا شاطئ استانلي، وكانت الامواج بتوصل لحد الكافيه اللي موجود في نص البحر ده، كافيه مورانو. فاكرين؟ لو ناسيين بقى هتلاقي الفيديوهات موجودة على القناة. الواحد مش متوقع بجد انه يلاقي الشاطئ مفيش ارتفاع في الامواج بالمنظر ده. يعني كنا بنأمل ان شاطئ استانلي يكون كده في الصيف، ولكن بصوا سبحان مغير الاحوال، سبحان من يغير ولا يتغير. الامواج النهارده انخفاض كبير جدا في الامواج، وشاطئ استانلي اللي كان حصل فيه تآكل بسبب ارتفاع الامواج بصوا الوضع اتغير تماما. مع اننا في الشتاء، فسبحان مغير الاحوال. التغييرات المناخيه بقى اللي بتحصل على اسكندريه هي السبب في التغييرات اللي بتحصل في الجو. يعني في الصيف الشواطئ كلها تتقفل بسبب ارتفاع الامواج، وفي الشتاء في ركود كبير جدا للامواج. شايفين بقى الناس اللي موجودة في البحر، سبحان الله. طبعا الاجواء حلوة، الاجواء صيفية، ومع اننا زي ما قلت لحضراتكم في شتاء يعني المفروض الاجواء غير، ولكن الاجواء صيفية. حتى النوات في اسكندرية بتفسد. يعني احنا حضرنا نوة المكنسة والمفروض كان في استكمال لباقي النوة، ولكن فسدت، والاجواء صيفيه جدا. وحتى شاطئ استانلي اللي كان دايما في ارتفاع للامواج، النهارده الشاطئ مختلف تماما. يعتبر يعني بصوا انحسار كبير جدا للامواج داخل شاطئ استانلي. وفي كمان ناس كتير جدا على الشاطئ، بصوا كأننا في الصيف حرفيا. طبعا في ناس كتير بتصطاد على كوبري استانلي، مش بس يعني الناس في الشاطئ، الناس بتستمتع بالاجواء. طبعا في هوا شويه، ولكن الجو حر،
الجو حلو جدا، وزي ما شفنا في ركود للامواج في شاطئ ستانلي عمرها ما حصلت في الصيف، فسبحان مغير الاحوال. تعالوا مع بعض بقى نشوف الكاميرات اللي موجوده على اشاره كوبري ستانلي. طبعا الباص السياحي موجود في كل مكان، تقدروا تركبوه عادي من اي مكان، وتقدروا تركبوه من المنظرة لغاية بحري او من بحري للمنظرة، وسعر التذكرة 30 جنيه. وصلنا هنا بقى عند الاشارة اللي موجودة اعلى كوبري ستانلي. شايفين تم تركيب كاميرات اعلى الاشاره، وكل كورنيش اسكندريه هيكون بالموضوع ده. طبعا في كمان رادار بيرصد سرعه العربيات. فشكرا جدا على الخطوه الجميله دي لمنع الحوادث اللي بتحصل على كورنيش اسكندريه. بصوا يعني الاشاره قفلت والناس بتكسر الاشاره وتعدي، مفيش فايده يعني، برغم بوجود كاميرات ورادار بس مفيش فايده. تعالوا بقى نعدي مع بعض الطريق ونروح نشوف حاله البحر الناحيه التانيه من كوبري ستانلي. كنت صورت مع حضراتكم قبل كده حالة البحر من الجزء ده، وكان في ارتفاع فظيع جدا للأمواج، فاكرين؟ بصوا دلوقتي مفيش أي موج أصلا للبحر. بصوا سبحان مغير الأحوال، مع إن الجزء ده عشان مفتوح فالأمواج بتيجي بعزم قوتها، وطبعا بتكون كبيرة جدا ومرتفعة عند شاطئ ستانلي. ولكن بصوا النهاردة الموضوع مختلف تماما. حاولت بقى النهارده اخرج بعيدا عن مشروعات اسكندريه ونشوف البحر شويه. في ناس كتير بتستنى فيديوهات البحر على القناه عندي. لو لسه بقى مش مشتركين في القناه شرفوني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. قناتنا خاصه بكل مشروعات اسكندريه وشواطئها، وكل حاجه تخص اسكندريه هتلاقوها موجوده على القناه. لحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهارده. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا لكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.